بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في رحاب الحلقة رقم 62 في برنامج مع اللغة العربية. ويسرني اليوم عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن نتحدث في قضايا من أو في قضية من قضايا اللغة العربية. وقبل أن ندخل إلى حيثيات هذه الحلقة، دعونا نتبرك بالقرآن الكريم فنقول: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام، ومن قناة سلام الإعلامية، هذه القناة المباركة التي أظل عليكم من خلالها أسبوعيا، اليوم ارتأيت أن أقرأ لكم شيئا من قضايا اللغة العربية في العصر الحديث، وذلك نقلا عن كتاب الدكتور سمر روحي الفيصل. عنوان الكتاب هو قضايا اللغة العربية في العصر الحديث. واحدة من تلك القضايا التي تناولها الكتاب هو كتاب في غاية الأهمية للذين يهتمون بمسألة اللغة، وتحديدا اللغة العربية. سنتحدث اليوم في القضية الأولى التي تناولها، وهي قضية الازدواجية اللغوية. يقول الكاتب في كتابه: شرعت المقالات والدراسات عن الفصيحة والعامية تترى ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولم تفتر طوال القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. لم تقل حماسة ولم تفتر أي حماسة الباحثين لهذا الموضوع، فألفوا الكتب ونشروا الدراسات وعقدوا الندوات وابتدعوا نوعا جديدا من الأدب تصح تسميته أدب الازدواجية، وأعلنوا مواقف دينية وقومية وسياسية وتربوية وأدبية ولغوية، وعبروا عن رؤى ذاتية وموضوعية وسلفية وحداثية، ونشبت بينهم معارك نقدية ارتفعت فيها أصوات المؤيدين والمعارضين والمداحين والنواحين، حتى إن الباحث يكاد يؤمن بأن هذه القضية أشبعت بحثا وتمحيصا، ولم تبق فيها زيادة لمستزيد. لكن الواقع اللغوي العربي الذي أعلن تردي الفصيحة سرعان ما قدم الدليل على أن مشكلة الفصيحة والعاميات العربية ما زالت تحتاج إلى إنعام نظر، لأن هناك حلقة مفقودة لم يعرها الباحثون ما تستحق من اهتمام، هي الإفادة من الدلالات التي قدمها التاريخ اللغوي العربي. ذلك أن الدارسين الغير على الأمة العربية انطلقوا من هدف واضح محدد، هو نصرة الفصيحة، لكنهم تباينوا في الإجراءات والمناهج التي اتبعوها لتحقيق هذا الهدف. وقد لاحظت كما يقول الكاتب أن المنهج التأثيري أكثر المناهج سيادة لدى هؤلاء الدارسين العرب، إذ سمح بسيطرة العواطف النبيلة التي تعلي من شأن الفصيحة وتدعو إليها بحماسة، وتزدري العاميات وتنظر إليها على أنها رجس يجب تجنبه. والحق كما يرى الكاتب أن الفضيلة الكبرى لهذا المنهج هو تنمية شعور الاعتزاز باللغة الفصيحة لدى الإنسان العربي، وترسيخه كره العاميات في نفسه. واستطيع ذكر عدد آخر من مآثر هذا المنهج، وخصوصا الحصن النفسي الذي بناه في مواجهة دعاة العامية من العرب والأجانب، دون أن أغفل عن المغمز الأساسي فيه، وهو إخفاقه في تقديم حل ناجع لمشكلة الفصيحة والعاميات. أما المنهج التحليلي الذي تلا المنهج التأثري في السيادة فهو أكثر تماسكا وأعمق وعيا بالإجراءات والأدوات اللازمة للباحث الموضوعي،
وقد اهتم أتباع هذا المنهج بطبيعة المشكلة المدروسة، وهي العلاقة بين الفصيحة والعاميات، وشرعوا يعدون المشكلات التي نبعت من هذه الازدواجية اللغوية، وخصوصا ما يلي: 1. مشكلات تعلم أو تعليم اللغة العربية للعرب والأجانب. 2. مشكلات الترجمة والتعريب في العصر التقني الحديث. 3. مشكلات اللغة في وسائل الإعلام، الإذاعة والتلفاز والصحافة بأنواعها طبعا. 4. مشكلات الحوار في الأدب المسرحي والروائي والقصصي. والحق عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة كما يراه الكاتب، الحق أن المنهج التحليلي قدم إسهامات مهمة في توضيح أبعاد مشكلة الازدواجية اللغوية، وفي التنبيه على الأفكار المحدقة بالأمة العربية. وتكمن فضيلته الكبرى في أنه رسخ قاعدة، أي قاعدة المعالجة العلمية الموضوعية لمشكلة الازدواجية اللغوية العربية، وخلخل الخوف من العاميات، ونص على النقص في الخدمات المقدمة للفصيحة في العصر الحديث. على أنني كما يرى الكاتب أعتقد بأن هذا المنهج حمل الازدواجية أوزارا فوق أوزارها، وعزى إليها مشكلات لا يدا لها فيها، وافتقر إلى التوازن في معالجة شقي المشكلة حين اهتم بالفصيح وأهمل العاميات العربية. وليس هدفي كما يرى الكاتب، ليس هدفه تعداد المناهج التي اتبعت في دراسة الازدواجية اللغوية وبيان إيجابياتها وسلبياتها، بل هدف إلى الإشارة على أن الأفق ما زال مفتوحا أمام دراسات أخرى ذات مناهج تراعي الانطلاق مما قدمه الباحثون، وتسعى إلى أن تضيف إلى نتائجهم الصائبة آراء جديدة تعدل الفهم السائد لطبيعة هذه المشكلة، وتضع الصوى في الطريق الحل الناجع للمشكلات التي حددتها الدراسات السابقة. وأدعي كما يرى الكاتب، يقول أن هدفي من معالجة قضية الازدواجية هو الدلالة على أن العاميات العربية تنتمي إلى اللغة العربية الفصيحة، وأنها ليست شيئا مستقلا عنها، وتوضيح الظروف التاريخية الموضوعية لتشكل هذه العاميات بغية العمل على حل المشكلات التي نجمت عن علاقاتها بالفصيحة. ولدي أمل في أن تسهم معالجتي في خلخلة الخوف العربي من العاميات، وفي التخفيف من الآثار النفسية السالبة التي حالت دون الخوض في المعالجات الموضوعية للمعاناة العربية من العاميات. وعلى الرغم من أن معالجتي علمية في جوهرها وإجراءاتها، فإنني أود القول إنني أسعى إلى الإسهام في تعزيز اللغة العربية الفصيحة، خشية الظن بأنني أعمل على نصرة العاميات، ذلك لأن دراستي متابعة للتفكير اللغوي الجديد، وهو تفكير يحاول معالجة المشكلة اللغوية العربية من جوانبها كلها دون أن يخشى الاتهامات القديمة بالدعوة إلى العامية. وعلى الرغم من أنني كما يرى الكاتب عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة من أنني أبطن موقفا دفاعيا عن الفصيحة، فإن هنالك باحثين آخرين غامروا بارتياد آفاق ما زلت حذرا من الإقدام عليها. فمنهج دراستي تاريخي ووصفي تحليلي في آن معا. سأحاول بوساطته تتبع انتقال اللغة العربية من الجزيرة العربية إلى الأمصار، وصف التطورات التي طرأت عليها والظروف التي ساعدت على نشأة العاميات. والمنهج التاريخي الوصفي عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة وحده مدعاة للخوف لدى الغير على الفصيحة، إن كان الهدف منه وصف ما كان وما زال دون الانتقال منها إلى ما يجب أن يكون، أو عدم تحري الحقيقة بمنهج تحليلي من أجل إعادة تشكيلها كما نص الدكتور
نهاد الموسوي. ويمكن الاطمئنان إلى أن هدفي الخاص بإعادة تشكيل الحقيقة اللغوية، وهو هدف يخدم لغة الضاد، قابل للتجزيء إلى أهداف قريبة. وقد اخترت هنا هدفا قريبا واحدا، هو معرفة تاريخ العلاقة بين الفصيحة والعاميات العربية، لأن المعرفة تقودنا إلى أن المشكلة اللغوية العربية ليست ابنة الحاضر، بل هي تاريخية، ولا بد من وعي دلالات تاريخها إن كنا راغبين في تقديم حل ناجع لها. نواصل معكم مشاهدينا الكرام هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية. ويقول الكاتب: لا يشك أحد في أن القرآن الكريم أقدم نص عربي صحيح وصل إلينا بأدائه وحركاته وسكناته، تبعا للعناية الوافرة به والإيمان بأنه كتاب الله عز وجل. وقد نزل القرآن بلغة العرب ولم ينزل بلغتهم، ولو لم ينزل بلغتهم لما كان له هذا الأثر الكبير فيهم، بل إن جانبا من إعجازه كامن في أنه نزل على قوم يعتزون بفصاحتهم شعرا ونثرا، فتركهم يدركون حلاوته ويحسون روعته دون أن يستطيعوا محاكاته. والثابت كما يرى الكاتب عزيز المشاهد أن اللغة التي نزل بها القرآن هي اللغة الأدبية المشتركة التي أسطيفت في العصر الجاهلي طوال قرون لا نستطيع تقديم تحديد علمي لها. إنها لغة الشعر الجاهلي والحكم والأمثال والخطب قبل ظهور الإسلام، ولغة القرآن والحديث الشريف والأدب بعد ظهوره. وقد كانت العامية تفهم هذه اللغة وتستعملها، كما كانت الخاصة تنظم بها شعرا وخطبها وأمثالها، أي كانت تنظم بها شعرها وخطبها وأمثالها. ويقدم القرآن نفسه الدليل على أن القبائل العربية كانت تملك لهجاتها الخاصة، أي اختلافاتها التعبيرية في الأصوات ودلالات الألفاظ. فقد قرئ القرآن الكريم على 7 أحرف مراعاة للهجات السائدة آنذاك. قرأ الجمهور: فول وجهك شطر المسجد الحرام، وقرأ ابن أبي عبلة: فول وجهك تلقاء المسجد الحرام. ويذكر أبو عبيدة أن التلقاء معناها النحو في لهجة كنانة. كذلك الأمر بالنسبة إلى قراءة ابن مسعود كالصوف المنقوش في قوله تعالى: كالعهن المنفوش. على الرغم من أن هناك اختلافا بين العلماء حول دلالة الأحرف ال7، فإن الثابت هو أنها لهجات للقبائل العربية أباح الله تعالى لنبيه أن يقرئ الناس القرآن بها توسعة لهم، وهي كلها تتعلق بالتلاوة ولا علاقة لها بالمعاني، كاستعمال أقبل بدلا من هلم، أو الاستعمال تعال أو عجل أو أسرع أو أنظر. إذ لو كان لها علاقة بالمعاني لذهب وجه من وجوه إعجاز القرآن، فضلا عن أنه لم يكن يجوز لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدل لفظا بلفظ، ثم زالت الرخصة بزوال أسبابها، فنسخت 6 أحرف وبقي حرف واحد هو ما نقرأ به في المصحف العثماني، دون أن يسقط شيء من معاني القرآن الكريم، لأن المعنى جزء من الشريعة. ودون أن يجحد العلماء المسلمون القراءات القرآنية التي أقرها النبي صحابته، وقد نهض بهذه القراءات ال7 عدد من الصحابة وقراء التابعين، وهم جميعا ممن يحتج بكلامهم العادي، وله قراءاتهم التي تحروا ضبطها جهد طاقاتهم كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشير أحد الاختصاصيين في اللهجات العربية
إلى أن القرآن الكريم مصدر خصب للهجات لا يكاد يوازيه في ذلك أي كتاب من كتب العربية، ذلك لأنه لم يقتصر على لهجة قريش، وإن كانت لها الغلبة فيها، بل ضم إليها لهجات قبائل أخرى كجرهم وخثعم ومذحج وكندة. وكانت هناك قراءات شاذة لم تتوافر لها صحة القراءة، لكنها عدت بعد ذلك مصدرا من مصادر اللغة العربية، لأنها دليل على لهجات قبائل لم تنل. كما نص أحمد علم الدين الجندي نصيبها من المجد والجاه، فحكم النحاة بشذوذ قراءاتها. إن هذا الذي ثبت لدى الباحثين عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة واطمأنت قلوبهم له كما يرى الكاتب، يقول: يدفعني إلى أن أقرر أن اللغة العربية نزل بها القرآن الكريم كانت تجاور لهجات استعملتها القبائل في الجزيرة العربية دون أن يعوق هذان المستويان التعبيريان التواصل اللغوي بين العرب. وبتعبير آخر أقول: كانت اللهجات العربية قريبة من اللغة الأدبية المشتركة وليست بعيدة عنها. وإذا صح لدي في هذا الموضوع من معالجة قضية الازدواجية السؤال عما تعنيه الفصيحة، قلت، يقول الكاتب، إنها اللغة العربية الأدبية المشتركة ولهجاتها كلها، على أن أضيف إلى ذلك أنه ليس هناك سبيل إلى تحديد هذه الفصيحة تحديدا سليما ما لم تدرس اللهجات العربية دراسة علمية منهجية بعد أن تجمع من مظانها وتحصى إحصاء دقيقا لا فرق بين لهجة وأخرى أو بين اللغة الأدبية ولهجات القبائل مهما تكن القبيلة موغلة في البداوة أو الحضارة. ويواصل الكاتب فيقول: وما من شك في أن اللغة العربية مرت بمراحل عدة قبل أن تغدو على الصورة التي نعرفها اليوم، وليس غريبا أن تحتاج إلى سنين طويلة وعوامل اجتماعية واقتصادية ودينية تفعل فيها فعل الاصطفاء. ويهمني في هذا الأمر أن اللغة العربية الأدبية المشتركة ما كان لها أن تشكل لو لم يكن هنالك اختلاط بين القبائل أو أن تتشكل، وهجرات مستمرة في الزمان والمكان، وصلات وطدها الأصل القديم والنسب الحديث. ثم إن نشاط المجتمع العربي لم يقتصر على تنقل الأفراد أو على هجرات القبائل وتمازجها في داخل الجزيرة، وإنما تعدى ذلك إلى أطراف الجزيرة وما يطيف بها من أراضين. فقد كان هنالك تمدد لا ينقطع نحو الأطراف الشمالية بوجه خاص، وأحاديث المؤرخين والجغرافيين عن تلك الهجرات أكثر من أن نحيط بها، وهي التي كانت تؤلف فيها قبل الإسلام دولتي المناذرة والغساسنة في العراق والشام، وهي التي كونت من قبل دولة الأنباط وتدمر. وإذا كان هذا كله يعلل تشكل اللغة الأدبية داخل الجزيرة العربية، فإنه في الوقت نفسه يعلل بعد الفتوحات الإسلامية الانتشار السريع لهذه اللغة في العراق والشام ومصر والمغرب الكبير. بيد أن اختلاط القبائل العربية وتمازجها لا يمنعان من الإقرار بالعزلة الضرورية لتشكل اللهجات واستمرارها في الحياة، فمن الحق أن نعرف أن قضية العزلة قضية نسبية، وأن العزلة هذه كانت أمرا محتما أو شبه محتم في بيئة مترامية الأطراف شاسعة المساحة وفي طبيعة قاسية يصبح التنقل فيها مخاطرة والحركة مشقة. وكيف لا نعزو كثرة اللهجات العربية إلى تباعد أماكن سكانهم
وقلة تواصلهم نسبيا، في الوقت الذي تعد فيه هذه العوامل من أهم الأسباب التي تساعد على تكون اللهجات. ويعنيني كما يرى الكاتب على تأكيد هذا الأمر ما هو شائع من العصبية القبلية، وعن أن اللغويين الذين نهضوا بمهمة جمع كلام العرب استمدوا بعض مادتهم من قبائل بدوية تتوافر فيها هذه العزلة النسبية في وسط الجزيرة العربية، كأسد وقيس وتميم وهذيل. والمعروف تاريخيا أن القبيلة إذا لقيت أرضا خصبة استقرت فيها، وقد يرحل جزء منها بعد حين متابعا حياة التنقل، ويستقر جزء آخر رغبة في حياة رافهة، فتبدو القبيلة شطرين: شطر بدوي وشطر حضري، دون أن يفقد الشطران صورتهما القبلية أو ينسيا عاداتهما وتقاليدهما. وما الأوس والخزرج في يثرب المدينة المنورة وعبد شمس وهاشم في مكة إلا مثالان لاستقرار القبائل ومجاوراتها بعضها بعضا مع محافظتها على نظامها القبلي. فيقول الكاتب: أخلص من ذلك إلى أن اللغة العربية الأدبية تشكلت نتيجة اختلاط القبائل وتمازجها طوال قرون، وإلى أن هذه القبائل احتفظت بلهجاتها الخاصة لشؤون حياتها اليومية، وكانت العصبية القبلية والعزلة عاملين رئيسيين في استمرار هذه اللهجات في الحياة. كما أخلص إلى أن اللغة العربية الفصيحة هذه هي اللغة الأدبية المشتركة ولهجاتها كلها، وأن القرآن الكريم الممثل لهذه اللغة الأدبية مصدر خصب للهجات، فضلا عن أنه قرئ على 7 أحرف مراعاة لها. صحيح عزيز المشاهد كما يرى الكاتب أن الإسلام دعا إلى نبذ العصبية القبلية والقضاء على ثارات الجاهلية وأحقادها، وآخى بين القبائل رغبة في بناء المجتمع الإسلامي الموحد، إلا أن الدرس اللغوي الحديث لم يلاحظ تحول العصبية من القبيلة إلى الدين الإسلامي، وأهمل التلازم بين القرآن واللغة في نظر المسلم وكأنهما شيئا واحدا عنده. فقد نزل القرآن بهذا اللسان العربي المبين، وأصبح معيارا له ومصدرا رئيسيا من مصادره، ولا بد من أن يقرأ المسلم القرآن باللغة العربية ويفهمه ويتدبر آياته. وشيئا فشيئا اكتسبت اللغة العربية بعضا من القدسية عند المسلم، أو قل كلما عمق إيمان المسلم وزاد ارتباطه بالدين الإسلامي سمت اللغة عنده إلى هذا المستوى أو ذاك من القدسية، وأن هذه النظرة والتوحد في الوجدان العربي الإسلامي يشكلان ركنا أساسيا من أركان فهم هذه اللغة ونفسية أبنائها. أزعم فأقول كما يرى الكاتب: أزعم أن هذه الرؤية أو الرؤى الجديدة للغة بدأت تتضح حيث انتشر العرب في الأمصار يدعون إلى الدين الجديد، أو ما اصطلح على تسميته بعصر الفتوحات. أيها الإخوة المشاهدون، نتوقف لحظات ونواصل معكم هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية. عزيزي المشاهد، أرحب بكم في الجزء المتبقي من هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية، ونواصل ما انقطع من حديث. وحديثنا اليوم من كتاب قضايا اللغة العربية في العصر الحديث من كتاب الدكتور سمر روحي الفيصل. يقول الدكتور سمر: لقد خرج العرب إلى الأمصار فاتحين، وهم يحملون لغة القرآن المشتركة
ولهجات قبائلهم. وليس بغريب أن تصبح لهجاتهم في فتوحاتهم، بل الغريب أن لا تصبح لهجات اعتادوا استعمالها في شؤون حياتهم المعيشية، كما اعتادوا استعمال اللغة الأدبية المشتركة في تواصلهم خارج حدود قبائلهم. وإذا كان نزول القرآن بهذه اللغة الأدبية المشتركة إيذانا بتحول رؤيتهم إلى اللغة، فإن الفتوحات عمقت هذه الرؤى في وجدانياتهم، وصهرت اللهجات واللغات السائدة في الأمصار في بوتقة واحدة. واللافت للنظر أن المؤرخين الذين درسوا الفتوحات وتتبعوا انتشار الدين الإسلامي في الأمصار أهملوا ملاحقة الحالة اللغوية الجديدة. أعني أنهم لم يدرسوا لقاء لغة القرآن واللهجات بلغات سكان البلاد الأصليين، وما نجم عن ذلك من تأثير وتأثر، ذلك أن العرب الفاتحين وجدوا اللغة الفارسية في العراق، واليونانية والسريانية والآرامية في الشام، والقبطية واليونانية في مصر، واليونانية والبربرية في المغرب الكبير. فماذا كان من أمر لغة القرآن واللهجات في أثناء هذه المواجهة اللغوية؟ يتساءل الكاتب. يقول إن الدراسات التي تحدثت عن صلة اللغات الأصيلة في العراق والشام ومصر والمغرب باللغة العربية قبل الإسلام ما تزال أسيرة التفسير التوراتي للغات العالم، ذلك التفسير الذي يقسمها إلى سامية وحامية ويافثية. وقد رفض مؤرخ عربي ثقته هو علي فهمي خشيم، رفض هذا التقسيم، ونص على أن اللغات الوطن العربي قبل الإسلام شقيقات، مستندا في ذلك إلى النظرة الجغرافية القائلة إن الأقاليم التي ترتبط جغرافيا لا بد أن تكون لغتها واحدة، وبالتالي فإن ما يسمى باللغة الليبية القديمة وكذلك اللغة المصرية القديمة هي نفسها لغات شقيقة للغات الجزيرة العربية والشام والرافدين. وهذا الرأي مهم يستحق إنعام النظر فيه كما يرى الكاتب، لأنه يعلل السرعة التي انتشرت بها لغة القرآن الكريم في الوطن العربي، كما يعلل صلة العاميات بهذه اللغة. فالكلمات التي نستعملها في حياتنا اليومية كما نص الدكتور خشيم لا نجد أصولها إلا في اللغة المصرية القديمة، كما أن كل الكلمات الموجودة بالنقوش التي تم كشفها في مصر من النقش الأول حتى النقش الأخير المعروفة باسم نقش نارمر هي كلمات عربية. فهل يعني ذلك أن لغة القرآن لم تكن غريبة على مسامع سكان الأمصار، وأنهم ما كانوا ينظرون إليها على أنها لغة الفاتحين كما هي حال نظرتهم إلى اليونانية لغة الحكام الروم؟ وهل يعلل ذلك المقاومة التي لقيتها اللغة العربية في بلاد الإمبراطورية الساسانية التي كانت الفارسية لغة الحكام ولغة الشعب فيها؟ ولماذا لم تبرز هذه المقاومة في العراق التي حكمها الساسانيون ونشروا فيها اللغة الفارسية؟ ولماذا لم تنفر البربرية من العربية وهي التي عزت طويلا على طاعة الحكم الأجانب؟ ليس هنالك تعليل عزيز المشاهد كما يرى الكاتب، ليس هنالك تعليل مقبول لهذا كله غير قرابة لغة الوطن العربي من لغة القرآن واللهجات، أي قربها فضلا عن قرابة المكان والبيئة والمجتمع. ومن المؤكد في رأي شكري فيصل أن لغة التفاهم الجديدة التي برزت نتيجة الفتوحات تكون أقرب إلى العربية في البيئات التي تتصل بالعربية بنسب، فحيث كانت تسود أخوات العربية كان يكون أمر لغة التفاهم
أيسر في النشأة وأسرع إلى النمو. ذلك الانتساب إلى أصل لغوي واحد يسهل الانتقال بين فروع هذا الأصل، ويمكن من ملء الهوة بينها. فانتشار لغة التفاهم هذه في المناطق اللغوية الآرامية في الشام والعراق لم يلقى من الصعوبة والكيد مثل الذي لقي في إيران نفسها، حيث كانت تعيش على ألسنة الناس لغة من أسرة أخرى هي الأسرة الآرية، أو مثل الذي لقي فيها ما وراء النهر، حيث كانت تعيش التركية من فصيل طورانية بعيدة عن العربية. والأمر في البربرية قريب من ذلك، فقد كانت هذه اللغة حافلة بما خلف الفينيقيون من طوابعهم، فإن الفينيقية السامية قد مهدت لها الطريق ومكنت لها من النفاذ وأعانتها عليه. وهذا كله يعضد القول إن العاميات العربية تنتمي إلى اللغة العربية وترتبط بها ارتباطا وثيقا، وإنها في الوقت نفسه مزيج من اللهجات العربية ولغات البلاد الأصلية. ساعدت القرابة اللغوية على تشكلها، كما ساعد تنوع البيئات وتعدد القبائل التي حلت فيها على منحها وأشكالا تعبيرية وصوتية تباينت بحسب التفاعل اللغوي بين لغة البلد ولهجات القبائل التي استقرت فيه وراحت تختلط بأهله وتنشئ مجتمعا إسلاميا جديدا. الكاتب يقول: يمكنني الاطمئنان إذن إلى أن العاميات التي نستعملها اليوم في الوطن العربي ما هي إلا حصيلة التفاعل اللغوي بين اللهجات العربية الوافدة من الجزيرة بصحبة الفاتحين ولغات سكان البلاد الأصلية، ونتيجة التطور الذي طرأ على هذا التفاعل عبر القرون. كما يمكنني الاطمئنان إلى أن المجتمع الإسلامي الجديد في البيئات كلها استعمل لغة أدبية واحدة هي لغة القرآن الكريم، وحدته وما زالت توحده. وإذا حكم اختلاط اللهجات العربية بشقيقاتها لغات سكان الأمصار بنشوء العاميات أو المستويات التعبيرية الجديدة، وسمح بتعددها تبعا لتعدد البيئات، فلماذا تعمق التفاوت بين هذه العاميات عبر القرون حتى أصبح من العسير على المعاصرين التفاهم إذا لجأوا إلى غيرها في اتصالهم اللغوي؟ يتساءل، وهو سؤال منطقي. يخيل إلي في أثناء الإجابة على هذا السؤال إن العاميات كانت قريبة أول الأمر من اللغة الأدبية لغة القرآن، لكنها راحت بعد ذلك تبتعد عنها رويدا لأن الجماعات الأعجمية بدأت تتدفق على المراكز العربية في الشام والعراق وحتى الحجاز، وتنتشر في المدن والأمصار، وتقتحم على العرب بيوتهم ومنازلهم وحرمهم، فتكون إماء مرة وعبيدا مرة، وتكون جواري حينا وخدما حينا آخر. وما أكثر ما كانت الجواري والإماء موضع التسري والإنجاب، وهذا العدد الوافر من السبي الذي نفذ إلى الحياة العربية في مظهر الخدم والجواري والعبيد والزوجات أثر تأثيرا بالغا في نشأة المستويات التعبيرية العامية، لأن أجيالا من المسلمين نشأت في هذا المناخ المفعم بالرطانات الأعجمية. ليس هذا فحسب كما يرى الكاتب عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، بل شرعت ألسنتها تلتوي في استعمال التراكيب ونطق الأصوات، ثم تسنمت هذه العناصر الأعجمية الحكم، استسلمت الحكم وراحت تجعل لغاتها الأصيلة لغات رسمية للدولة الإسلامية، وتقصر العربية على شؤون الدين والعبادة،
فقد أعلن الفرس في القرن الخامس اللغة الفارسية لغة رسمية لدولتهم التي ضمت القسم الشرقي من الدولة الإسلامية. وفي ذلك العصر بدأ الإيرانيون يؤلفون بالفارسية، وبدأ بعضهم يهجر العربية. كما أعلن الأتراك بعد ذلك اللغة التركية لغة رسمية للدولة، وقصروا شأن سابقيهم اللغة العربية على شؤون الدين والعبادة. ولا شك في أن العاميات عززت في هذه العصور موقعها، ولحقها عدد غير قليل من الانحرافات الصوتية والألفاظ الفارسية والتركية، كما شرعت تتباين بين الأقطار العربية وتبتعد ابتعادا واضحا عن اللغة العربية الأدبية. وها هنا تصدق تسميتها بالعاميات، كما يصدق وصف اللغة الأدبية بالفصيحة. ولا بد من أن نلحظ هنا شيئا مهما، هو أن الإغراق في العاميات ارتبط بفقدان السيطرة العربية على مقاليد المجتمع الإسلامي الكبير، وأن الفترة الأولى فترة السيادة العربية وتعريب الأمصار شهدت بداية تشكل مستويات للتخاطب اليومي لم تكن بعيدة عن اللغة الأدبية، وكأن قوة الحكم العربي اقترنت ببقاء العاميات قريبة من الفصيحة ومستوى طبيعيا من مستوياتها، في حين أسهمت سيطرة الأعاجم على السلطة في المجتمع الإسلامي في ابتعاد هذه العاميات عن الفصيحة وكثرة الدخيل والمحرف والركيك فيها. بتعبير آخر، الكاتب يقول: أقول إنني أميز هنا بين نوعين من العاميات. بدأ النوع الأول يتشكل في عصر الفتوحات نتيجة لقاء اللهجات العربية باللغات السائدة في الأمصار، ويمتاز هذا النوع بقربه من الفصيحة ونهوضه بمهمة التفاهم بين المسلمين في المجتمع الإسلامي الجديد. أما النوع الثاني فقد بدأ يتشكل حين استقرت الفتوحات وضعف الحكم العربي، وشرعت العناصر الأعجمية تتسنم مقاليد السلطة في المجتمع المسلم أو المجتمع الإسلامي. والسمة الرئيسية لهذا النوع هي ابتعاده النسبي عن الفصيحة وتأثره الكبير إما بالفارسية أو التركية والناطقين بها. وهذا هو النوع الذي استمر يتفاعل مع المؤثرات الأجنبية حتى بدايات القرن العشرين. كما أنه النوع المرذول الذي تنصرف إليه أذهان الغيور على اللغة العربية في الوقت الراهن، وقد نهض هذا النوع بمهمة التفاهم بين الناس في المجتمع العربي شأن النوع الأول، كما بقي مثله يحمل إرثه من اللهجات العربية واللغات الأصيلة في الأمصار العربية. وآية ذلك أن هناك بيئات داخل مصر وسوريا تبدل القاف همزة، وهذا في رأيي كما يقول الكاتب دليل على أن هناك جماعتين من قبيلة واحدة حلتا في البيئتين اللتين تبدلان القاف همزة، كما أنه دليل على الإرث اللهجي الذي استمر حيا في نوعي العاميات في عصر الفتوحات إلى العصر الحديث. ويمكن عده دليلا ثالثا على أن العاميات العربية مرتبطة بالفصيحة، ذلك أن البيئتين اللتين تبدلان القاف همزة في مصر وسوريا تنطقان القاف قافا في الكلمات التي استمرت العامة تسمع نطقها الفصيح كألفاظ القرآن والقطار والقاهرة والقراءة، ومن ثم يصعب عد إبدال القاف همزة قانونا صوتيا مضطردا. ولا تصدق على اللغة الأدبية المشتركة بعد خروجها من الجزيرة العربية إلى الأمصار
القاعدة اللغوية القائلة إن اللغة التي تغادر بيئتها وتنتشر في بقاع واسعة ويكثر المتكلمون بها من غير أبنائها لا بد من أن تتغير قليلا أو كثيرا في بنيتها وأصواتها وألفاظها وتراكيبها. ذلك لأن هذه اللغة الأدبية اقترنت بالقرآن الكريم الذي لا يمكن المساس بأدائه وحركاته وسكناته وألفاظه وتراكيبه. وسبق القول إن نزول القرآن بهذه اللغة الأدبية المشتركة هو المسوغ الرئيسي لهذا التوحد في النظرة، وقد عززت الفتوحات هذا التوحد وجعلت اللغة العربية تزداد قداسة. ولم يقتصر هذا التعزيز على عصر الفتوحات، بل استمر بعد انتهائه. ففي بداية الأمر كانت العربية مصدر فخر الفاتحين لأنهم أصحابها، لكن سكان الأمصار بدأوا يجيدونها لأنها لغة الدين الإسلامي، ولأن هذه الإجادة تقربهم من الطبقة الحاكمة أو تتيح لهم فرصة العيش والعمل في المجتمع الإسلامي الجديد. وقد نبغ من هؤلاء شعراء وكتاب ولغويون ونحاة وفلاسفة وأطباء ومترجمون أغنوا اللغة العربية وقدموا خدمات جليلة للحضارة العربية الإسلامية. هذا يعني كما يقول الكاتب: إنني ميال إلى أن اللغة الأدبية بقيت ثابتة لم تتغير بعد خروجها من الجزيرة العربية، كما أنني أعزو هذا الثبات إلى عاملين: اقتران اللغة العربية بالقرآن الكريم وقوة الحكم العربي، على أنني لا أقصد بالثبات جمود العربية على حال لغوية واحدة، بل أقصد محافظتها على خصائصها الذاتية كالإعراب وبناء الجملة وتنوع الصرف والاشتقاق وتعدد الأبنية والصيغ وكثرة المصادر والجموع وغنى المفردات بالاشتراك والترادف والتضاد والنحت والتوليد والتعريب. وقد عدت هذه الخصائص جوهر اللغة العربية، كما عد القرآن حصنها الحصين وركنها المكين ومرجعها الأمين. وعلى الرغم من أن النحاة واللغويين اختلفوا حول صحة الاستشهاد بالشعر الجاهلي والحديث النبوي وكلام العرب، فإنهم لم يختلفوا حول صحة الاستشهاد بالقرآن الكريم، لأنه النص الوحيد الذي لا يشك في صحة أدائه، وفي صحته لا يشك في ذلك أحد. ذلك ما عزز التوحد بين القرآن واللغة العربية، حتى إن خدمة اللغة كانت تعني لدى النحاة واللغويين الأوائل خدمة النص القرآني، وما زال الإنسان العربي ينظر إلى رجل الدين على أنه رجل متضلع في اللغة العربية. والقول بثبات خصائص اللغة العربية لا ينفي ضعف الإحاطة باللغة نفسها، ذلك إن اللغويين والنحاة سعوا إلى تحديد ماهية اللغة الأدبية المشتركة، فقعدوا قواعدها وجمعوا كلام العرب، لكنهم أهملوا الاحتجاج ببعض القراءات القرآنية وبالحديث النبوي وبكلام الإسلاميين والمولدين، ولم يصدر في تنسيق شواهدهم في خطة محكمة شاملة، ولم يدرسوا الرواء وفن الرواية اللغوية، ولم يحققوا النصوص التي بنوا عليها أحكامهم، ولم يحسنوا التخلص من آثار الفقه والكلام والمنطق. فكانت للنحويين علل عقلية أفادوها من المتكلمين، وعلل غير عقلية أفادوها من الفقهاء، وكانت لهم في التعبير عن الجميع أساليب علماء الكلام في النظر والحوار والجدال والتدليل. ولا شك أن هناك آخرون رجحوا كفة الاستشهاد بالحديث النبوي وردوا اعتراضات المانعين،
وأقروا قاعدة الاستشهاد بالقرآن أولاً وبالحديث الشريف ثانياً، وعدوا هذا المصدرين أو هذين المصدرين مرجعاً رئيسياً لمعرفة اللغة الأدبية التي خرجت من الجزيرة العربية صحبة الفاتحين العرب، كما أقروا الاستشهاد بما صح لديهم من كلام العرب ولهجاتهم والقراءات القرآنية كلها، على أن النحاة عموما لم يستطيعوا التخلص من المنطق الذي طبع الفكر الإسلامي في تلك المرحلة، ومضوا في طريقهم الطويل الشاق إلى بدايات القرن ال21 على الرغم من المحاولات التي اعترضت سبيلهم بغية تخليص النحو العربي من آثار علوم المنطق والكلام والفقه. في ختام هذه الحلقة عزيز المشاهد وعزيز المشاهدة، نشير إلى ما ورد في هذه الجزئية الهامة من كتاب الأستاذ الدكتور سمر روحي الفيصل، قضايا اللغة العربية في العصر الحديث. نختتم بهذه الجزئية من الكتاب، ومهما تكن النقدات التي يمكن توجيهها إلى عمل اللغويين والنحاة أي من النقد، فالذي لا شك فيه هو أنهم بذلوا الوقت والجهد في جمع اللغة الأدبية المشتركة وضبط قواعدها بعد أن رأوها تنتقل من ألسنة العرب الذين جاءوا من الجزيرة العربية إلى ألسنة مئات الألوف من سكان الأمصار. وحين لاحظوا انتقالها من البداوة ذات الشيات الحضرية إلى لغة العلوم والفنون والآداب، ومن كونها منطوقة محفوظة في الذاكرة إلى كونها مكتوبة محفوظة في الرسائل والكتب، ولعل عملهم في جمع هذه اللغة الآيلة إلى الاتساع والغنى وتصنيفها وتقعيدها لم يكن شيئا غير الحفاظ على خصائصها الذاتية من أن تضيع في هذا الخضم من المتغيرات الجديدة. وتجمع الروايات التاريخية على أن الحفاظ على الخصائص الذاتية للعربية انطلق من الرغبة في الحفاظ على القرآن الكريم. سأتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، وبها نكون قد قدمنا لكم جانبا ارتأيت أهميته في تناول شيء مما يعنينا في هذه اللغة، أي الازدواجية بين العامية والفصيحة، من كتاب الدكتور سمر روحي الفيصل، قضايا اللغة العربية في العصر الحديث. قدمت لكم قراءة للقضية الرئيسية في الكتاب، وهي الازدواجية في اللغة العربية بين الفصيحة والعامية، وكانت ما تم تقديمه في غاية الأهمية حتى بالنسبة لنا نحن، ولا أشك أنه مهم جدا بالنسبة للمشاهد الكريم. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المشاهدة والمتابعة، حتى ألتقيكم في الحلقة المقبلة. أيضا نختم حديثنا بآية من الذكر الحكيم فنقول: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كنتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، إعدادا وتقديما العبد لله أحمد شريف. ألتقيكم في الحلقة المقبلة، حتى ذلكم الحين تحياتي وتحيات زملائي في الإشراف والإخراج الفني والإشراف العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.